اهلا بكم في يوم جديد وفيديو جديد، وان شاء الله تكونوا بخير واحسن حال. زي ما انتم عارفين ان احنا بنكمل سلسله فيديوهات ان انا اقول لكم عن كل المعلومات عن الكليه دي، عشان بتوع ثانويه يكونوا عارفين كل المعلومات الكافيه عن الكليه دي ان شاء الله. واي حد عنده خبره في اي كليه من الكليات اللي انا هتكلم عليها بعد كده يقول في الكومنتس ويقول خبرته ويبدا يحكي كل التجربه، عشان بتوع ثانويه يكون عايشين كل التجارب اللي احنا عشناها. وبرده تحت بند ما تغلطش غلطتي، قولوا لي في الكومنتس ايه الحاجات اللي انتوا بتقولوها لثانويه عامه حاليا ما تغلطوش غلطتي قبل ما تدخلوا الكليه دي او انتوا في الكليه عموما. طبعا الكليه دي لكل الاقسام عشان ما حدش يزعل، وهي كليه ألسن. فيلا بينا. عارفين ان انا بجمع هو نفس الاسئله اللي انا جمعتها بقولها لكل الكليات عشان تكون متساويه في المعلومات. فاول معلومه، وهي الكليه بتاخد من علمي ولا ادبي ولا الاثنين؟ لا، الكليه بتاخد من الاثنين، سواء علمي علوم علم رياضه ادبي. طب مجموعها من كام عشان ادخلها؟ برضه زي ما قلت لكم في الفيديو اللي فات ان انا مش هقدر اقول لكم مجموعها من كام، هي على حسب تنسيق. طب الكليه كام سنه؟ هي 4 سنين. طب الدراسه فيها بالانجليزي ولا العربي؟ هي الدراسه فيها ولا بالانجليزي ولا بالعربي. تخيلوا بقى، هي الدراسه فيها باللغه اللي انت هتختارها في الكليه. بص، في كليه ألسن انت بعد ما تبدا ان انت تجيب مجموعه الكليه، خلاص انت كده جبت مجموعه الكليه، تبدا بقى اول ما تدخل الكليه يبدا يديك ورقه كده تبدا فيها تختار كل اللغات اللي انت عايزها بالتدريج كده. اول لغه، تاني لغه، تالت لغه، على حسب اللغه اللي انت بتحبها: كوري، ياباني، صيني، انجليزي، روسي، اسباني، ايطالي، الماني، فرنساوي. تبدا تشوف انت بتحب اي لغه، ويبدا بقى في تنسيق كمان داخلي للغات. شوف مثلا اللغه دي واخده مثلا 49 من 50 في الانجليش، فانت تشوف انت جايب في الانجليش 49 من 50 تقدر تدخلها كده بالظبط. في كمان بتاخد لغه كمان بس ما عدا الكوري والياباني، تقدر تختار اي لغه كمان. فانت بتدرس يعتبر لغتين، اللغه انت بتختارها الاولى والثانيه. تدرس عربي اعتقد في اول سنه، وكمبيوتر كمان برضه في اول سنه. طب ايه التخصصات الموجوده بشكل عام؟ بص، التخصصات الموجوده بشكل عام هو ترجمه تحريريه، ترجمه شفويه، ترجمه تلقائيه، بس ده كله محتاج ماسترز عشان تعرف تتخصصها. لكن تخصص في الكليه عموما لا، مفيش. لو بكره ماده في ثانويه عامه وهي اساس الكليه، هل هتاثر عليا ومش هعرف امشي في الكليه ولا لا؟ يعني لو بكره الانجليش او الفرنسي او الالماني او ده كله، بصوا يا جماعه، هي الكلية أصلا أساس اللغة، فهل لو أنا بكرهها هعرف أدخلها ولا لأ؟ بلاش أحسن، لأن أنت بتكره عموما اللغة، فأنت مش هتجبر نفسك أنت تحب اللغة، فأحسن إن أنت تشوف حاجة تانية عشان خاطر اللغة هتأثر عليك، لأن كل شغلك باللغة. مش هقدر أقول لك لو أنت مش بتحب مثلا القسم ده ادخل القسم ده، لا، هو أصلا شغلك كله يعتبر لغة. فأنت لو مش بتحب اللغات وما بتحبش الجرامر مثلا والفوكاب والحاجات من دي كلها، فالأحسن إنك ما تدخلهاش يعني. هل الكلية أكتر نظري ولا عملي؟ لا، الكلية نظري. هل اسم الكلية بيفرق عن بعضه؟ يعني أقول فاكولتي في ألسن هي ألسن؟ لا. لغات وترجمة؟ لا، كله يعتبر واحد. طب هل الكلية صعبة؟ لا، الكلية مش صعبة، هي بس محتاجة إن أنت دراسة وتتابع الدكاترة من هما بيقولوا مثلا المحاضرات بتاعتهم، تبدأ إن أنت تتابعهم. بصوا يا جماعة، برضه عشان نتفق إن مفيش كلية صعبة، طالما أنت هتذاكر أول بأول وتجتهد فيها هي مش هتكون صعبة نهائيا. ممكن يكون في كام دكتور كده بيكون رخم، لكن يعني هتقدر أنت تواكب الموضوع. هل محتاج كورسات ولا الكلية كفاية؟ بصوا، هي الكلية كده كده عارفين بتديك الخطوات الاولى، اي كليه بتدينا الخطوات الاولى، ولكن فانت محتاج كورسات في الكليه دي عشان خاطر مثلا هي اخرك مثلا تديك بي 1. طب انت بي 1 اخرك، انت عايز تبقى سي 2 تبقى اعلى ليفل بقى وبتاع، فانت محتاج كورسات عشان تكون مور ادفانسد في اللغه دي. ايه اكتر ايه اكتر تخصص منتشر في السوق؟ بص، انت مترجم، انت هتكون مترجم. فالسؤال اللي بعديه بقى هجاوبك على السؤال اللي هو بيدور في بالك دلوقتي: هشتغل ايه بعد ما اتخرج؟ يعني انا مترجم هشتغل ايه؟ ممكن تشتغل في البنك، ممكن تشتغل في السفارة، ممكن تشتغل في المطار، ممكن تشتغل شركات، ممكن تشتغل في السياحة، ممكن تشتغل مدرس، ممكن كمان تشتغل فريلانسر، تبقى انت لوحدك كده واي حد طالب مترجم مثلا لغة صينية، فانت مثلا ايه تروح موجود تنزل مثلا ببادجت معينة، تنزل مثلا طول اليوم ده. مترجم مثلا ايطالي كده، لو مثلا في سفير او سفارة محتاجة الناس مترجمة، سفير جاي او الرئيس مثلا رايح في حتة، فيبداوا ان هم محتاجين الحاجات دي. في ايفنتات برضو ممكن برضو تشتغل في، يعني لو محتاجين ايفنتات، ده كله كفريلانسر. لو ذاكرت زي زمان لو ذاكرت زي ثانويه عامه هجيب تقدير، هتجيب تقدير جدا، وكمان هتطلع من الاوائل. ايه النصيحه اللي تقولها تحت بند ما تغلطش غلطتي؟ اللي هو يا جماعه طور نفسك وما تخليش الكليه هي
يعني اخرك. لا، انت سيب الكليه، تجتهد فيها وواصل فيها، بس ان انت زيد عليها وابدا ان انت تشوف الكورسات وشوف الحياه، وابدا ان انت تواكب في الموضوع ده كله، وما توقفش الكليه على هي الاساس. عندك اي سؤال تكتبه في الكومنتس، وكمان لو اي حد في الكليه دي وعنده تجارب سابقه وعايز يقول تحت ما تغلطش غلطتي، يبدا ان هو يقولها لبتوع الثانويه العامه عشان يكونوا عارفين كل حاجه. وبس كده، يا رب الفيديو يكون عجبكم واستفدتوا بيه باكتر استفاده. وقولوا لي في الكومنت برضو لو عايزين تشوفوا ايه الفيديو الجاي نتكلم عن كليه ايه. بس كده.